اتفضل يا حبيبي. دكتور، انا عندي 28 سنه وحاليا ماشي في موضوع خطوبه وبتجوز. بتقول ايه؟ انا صغير. 28 سنه وبعدها ايه؟ انا خاطب حاليا وبتجوز يعني. انت خاطب؟ عشان اتجوز. انت خاطب بالظبط. يعني تمت الخطبه؟ تمام، الحمد لله. الحمد لله. وجبت الدبله والمحبس؟ الحمد لله رب. وقبل الدبله والمحبس جبت الشقه؟ اكيد اكيد. بجد؟ اكيد والله. ايجار جديد ولا تمليك يا اسلام؟ لا، تمليك الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب. في القاهره؟ الحمد. لا، في اسكندريه. يلا قول. خطبت الحمد لله وجبت الشقه وبتشتغل، اهم حاجه يا اسلام؟ الحمد لله رب العالمين. بجد؟ رب العالمين. يعني تقدر تفتح بيت؟ طبعا. اسلام انا عايز ابشرك ان انا الحمد لله رب العالمين طالعه منك، انا ارتحت لها. الحمد لله. لا 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 معلش يا حبيبي، انا ببشرك. الله يكرمك يا رب، قول امين. صوتك محترم والحمد لله طالعه من جواك مستويه ومتعود عليها وطالعه باخلاص جميل قوي. اسال بقى زي ما انت عايز. قول يا اسلام. انا باختصار شديد والدتي مش مستحمله فكره ان انا هسيب البيت واتجوز وامشي. وعاملين لي مشاكل كتير وده مضايقني، يعني مضايقني ان انا ماشي. انا طول عمري لا ليا لا في اليمين ولا في الشمال، طول عمري سكتي في الدغري. يعني هي عايزاك تقعد معاها مثلا بالعروسه؟ لا، بس يعني عامله مشاكل كتير جدا مع البنت، وعلى طول تقول لها بابا موجود يا اسلام؟ بابا موجود؟ الحمد لله رب العالمين موجود. وطبعا بابا موجود. استنى بس، بابا موجود؟ الكلام ده موجود. يبقى مزعل امك. لا والله بالعكس. يا ربنا المعبود، لو بابا شاغل امك 24 ساعه لا تقول انت امتى هتتجوز يا وتحل عنا. هي مش اسال بيه خبيره. لا لا، هي امك عندها شويه رواسب الله يضيعهم منها، وهتسمع كلامي دلوقتي وهتزرغت لك وتقول لك عيش وكل حاجه. والله ان شاء الله. هي في الاول وفي الاخر يعني انت عارف. بص يا اسلام حبيبي اسمع يا واد. لا يجوز الرجوع عن الخطبه، واوعى حد يميل دماغك حتى لو كان ابوك وامك. في شريعه عندنا. اسمع يا اسلام، ركز يا اسلام، ركز يا اسلام. الخطبه يا حبيبي عقد عند المسلمين، وما دمت اديت كلمه وعشمت البنيه وجبت الدبله والمحبس اوعى تغدر، حتى لو كان ابوك وامك، لان في شريعه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وبالعهد ان العهد كان مسؤولا. واحنا عاهدنا الناس واتفقنا معاهم. هم عايزين يلعبوا ينكدوا على البيت، يشوفوا لك واحده تانية، او امك عايزه تشوف واحده قريبتك او من نفس المكان عشان تغسل لها المواعين او تقبص في الموضوع. لا يا حاجه، اسمعي الموعظه الحسنه. اذا كنت ايتها الام النبيله الرقيقه التي ضحت وحملت وارضعت ووجدت ابنها شابا، لا بد ان تعلمي ان مثلك من الامهات وجدت ابنها وهو يرضع في زمام الاموات، او وجدته وهو في المرحله الابتدائيه في زمام الاموات، او رأته معوقا، او رأته ذا مأساة ظلت بها عمرها، او وجدته وهو شاب تحت عجلات القطار، او فرمته سيارة في الطريق. كم من ام ابتليت بهذا. انت بقى لما تيجي تلاقيه لمته وهو بيرضع، ولا جات له اعاقة وشفتيه راجل وهيبتدي حياة ويفتح بيت، تجيبي له اعدام نفسي، انت قاتله، انت قاتله. وانا اللي اقول لك انت قاتله. هو لا يجرؤ يقول لك الكلام ده، وهيبقى ابن عاقل لو قال لك كده. خلي الواد اللي بيقول الحمد لله بسماحه، مش بقرنانه ولا صوته طالع شاذ، يتهنى بعروسته، وروحي زرغتيله يا تقعدي مطرحك زي ما انت. قولي له يلا روح يا واد، والله العظيم ده هينقص الجوازه ولا هيقلل منها. افرحي له وشيل السواد اللي جواكي.